أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، في هذه الليلة شرح حديث نبوي شريف. إليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن يكون غيرهم. ففي شرح هذا الحديث النبوي الشريف على أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته على تتبع من كان قبلنا والالتزام بسنته لا سنة غيرنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننا. والسنن وهي الطريقة والأفعال، أي نتبع اليهود والنصارى في أقوالهم وفي أفعالهم وفي حياتهم اليومية التي يعيشونها. كذلك قال النبي: شبرا بشبر وذراعا بذراع، وكناية على شدة التتبع، أننا نتبعهم في كل شيء، في اللباس نتبعهم، في حياتهم اليومية التي يعيشونها، ففي كل شيء، وذلك في شدة التتبع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شبرا بشبر وذراعا بذراع، لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جحر الضب، وهذا جحر الضب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الزواحف ويعيش في الصحراء العربية. ومن أوصاف هذا الضب فالجحر أنه ظلمة، وأنه ضيق، وأنه فيه ريح منتنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في معنى حديثه أنه قال أن اليهود أننا نتبع اليهود والنصارى حتى لو أنهم دخلوا مكان ضيق لاتبعناهم. ثم قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن يكون غيرهم. هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري وأخرجه البخاري. نذكر من بعض مظاهر تتبع سنن من كان قبلنا الاحتفال برأس السنة الميلادية، وهو من التتبع. كذلك الاحتفال بعيد الميلاد، تجد المسلم يحتفل بعيد ميلاده، الأم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها، وكذلك الأب، وكذلك الابن، هذا كله من التتبع. كذلك عيد الحب، هذا عيد الحب. شوفوا القرآن الكريم تكلم عن أسرة وتكلم عن الحب الطاهر، ولكن هذا العيد الذي عين فهو من تتبع سنن من كان قبلنا. كذلك من التتبع وهو اللباس. انظروا إلى هذا اللباس الرقيق، اللباس المكشوف للعورة بالنسبة للمرأة. عندما تمشي في الشارع فتجد أوصافها وعورتها واضحة، هذا من تتبع. كذلك الرجل، اللباس الذي يلبسه الرجل المسلم من التتبع. كذلك الشعر، انظروا إلى الشعر، خاصة الشبيبة اليوم اللي قاعدة عند الحفاف تحفف، يحلق بعضه ويترك بعضه، هذا كل ذلك من التتبع. اقتناء الكلب، فأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب إلا أن يكون كلب حراسة أو صيد أو حرث. ولكننا هذا الكلب أصبح اليوم ينام معنا ويفعل ما يفعل. هذه كل أمور من التتبع. كذلك من التتبع تعلم اللغة،
تجد المسلم يفتخر بلغة غيره وينسى لغته التي هي اللغة العربية، ويحشم باللغة العربية. إن كانت هذا تعلم اللغة إن كانت مصلحة فقال أهل العلم فهي يجوز، كف شرهم ومصلحة في ذلك. أما أنه يفتخر بلغة غيره وينسى لغته ويستحي ويحشم من اللغة نتاعه، هذا من التتبع. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله العافية يا رب العالمين، وفي لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.